جمعت قشطة اللبن وعملت بيها خير يملى البيت كله. فاضل على رمضان حوالي 150 يوم. لو هتجيبي كل يوم كيلو بس من اللبن او من الحليب وهتغليه بالليل وتشيل القشطه بتاعته والاولاد يستفادوا بيه الصبح، هتلاقي عندك كميه قشطه كويسه قبل ما يدخل عليكي رمضان. هتحطيها في علبه تلاجة زي ما انت شايفه كده، انا بحطها في العلبه دي. ولما العلبه بتاعتي بتتملي طبعا بتبقى مجمده، ببدا انقلها في كيس تلاجة، فمش بحتاج غير العلبه دي بس. اول ما العلبه تتملي بنقلها في كيس تلاجة وهكذا لحد ما اعمل كميه كويسه. ابدا اطلعها من الفريزر واحولها لزبده بلدي، واحولها دلوقتي معاكم. ومش هنحتاج عجان ولا مضرب كهربائي ولا كبه ولا اي حاجه، هنعملها كمان بايدينا. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا مطلعاها من الفريزر مجمده، ما ينفعش ان انا اشتغل فيها دلوقتي خالص، لازم استناها لما تفك معايا تماما. هنا خلاص انا استنيتها لما فكت حوالي 3 4 ساعات كده لما فكت معايا خالص. وطبعا برضو لازم تكون ساقعه، يعني ما ينفعش تفك وتبقى سايله ميه، لا لازم برضو تبقى ساقعه. وهبدا اشتغل بايديا. طبعا ما شاء الله الكميه كويسه، انا عامله حوالي النهارده 5 كيلو ونص من القشطه، الكميه كبيره. وطبعا عشان ابقى صريحه معاكم عايزه اقول لكم الموضوع بياخد وقت شويه على ما تتحول معاكي من قشطه لزبده. طلعي بقى كل القوة اللي عندك فيها. زي ما انتم شايفين كده كل اللي بنعمله ان احنا بنبدأ نقلب، بس طبعا ايه لازم تكون بشدة شوية. فانا عن نفسي بفصل الكاميرا واحطها على الارض وابدا بقى اشتغل كويس قوي لحد ما تتحول معايا الزبده بالشكل ده. طبعا انا مش هطول عليكم واقعد اوريكم المراحل، هنقعد بقى مثلا وقت طويل واحنا بنصور. لا انا بقلب شويه وبعد كده اول ما بوصل لمرحله ببدا اوريها لكم. فشفتوا كده معايا بدات تتحول معايا لزبده، وده كده الخض او الشرش اللي بينزل منها، وده طبعا مش بنرميه خالص. ده تعملي بيه قرص، تعملي بيه بيتزا، تعملي بيه اي معجنات. خطير حلو قوي قوي، هيغنيكي عن انت تستخدمي لبن او تستخدمي لبن رايب. ما شاء الله مفيش احلى من كده. هنبدا بقى نكور بقى الزبده بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. هبدا بقى اعمل الكميه بتاعتي كلها، وطبعا برضو مش هطول عليكم. هخلص الكميه واقول لكم طلعت معايا قد ايه. ما شاء الله تبارك الله، طلع معايا 3 كيلو يعتبر ونص من الزبده. الله اكبر. كيلو الزبده شوف انت بتجيبيه بكام. تخيلي كل الكميه اللي انت شايفاها دي يعتبر عملناها ببلاش. الاولاد شربوا الحليب واستغليتي كمان ان انت عملتي من القشطه كمان عملتي منها زبده. وغير كده ان انت كمان الخض اللي بينزل منها بتعملي بيه معجنات. وبتحولي الزبده دي طبعا لسمنه. انا بحط عليها بس معلقتين من الملح وبسيبها على نار هاديه. زي ما انتم شايفين كده انا سايباها على نار هاديه خالص لحد ما تستوي. ليه بقى؟ لان طبعا بيكون فيها لبن، فلو عليت النار هتبدا تفور وتبهدل معايا الدنيا. فانا بسيبها براحتها خالص، نار كده زي الشمعه كانك بتعملي رز مثلا وسايباها على نار هاديه. اول ما تستوي معايا ببدا اصفيها. انا عندي مصفى ضيقه قوي قوي كده، بصفيها بقى من المرطة، بطلعها بالمصفى الضيقة دي وبحطها في طبق. طبعا المرطة بقى تقدري تاكليها، تقدري تحطيها مثلا في مش قديم، بتنفع جدا. انا طبعا شلت جزء طبعا ايه من المرطة دي قبل ما افتح كمان معاكم الكاميرا وحطها في طبق. دي المرطة يا جماعة اللي بتطلع معانا. بصفيها زي ما انتم شايفين كده، وممكن ما تطلعهاش بالمصفى كده، تستنيها لما تروق خالص تبدأ تروق كده تحت وتبدأي تصفي عادي جدا. تسييح الزبده او تحويلها لسمنه سهله قوي قوي. يا دوب تحطيها على النار، بس اهم حاجه المراقبه، لان سهل جدا ان هي تتحرق منك في ثواني. ممكن تبقي شايفاها كده ان هي لسه لبن وتلاقيها في ثواني اتحولت لسمنه. فلازم تبقى مراقباها. لو انت موطيه النار ان شاء الله مش هيجرى لها اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله طالعه زي الفل، حلوه قوي قوي. وعديتها برضو على المصفى تاني، مفيش احلى من كده. ودي شكل الحله بتاعتي. الله اكبر جميله. وريحتها بقى عايزه اقول لك استحاله تقولي ان انا اشتري الزبده دي من بره، احلى من اللي بنجيبها من بره بمراحل. ابداوا بقى كده من النهارده حوشوا واعملوها. وبكده فيديو النهارده يكون خلص، اتمنى تشيروه.